يلا بقى نشوف الترند التركي وكيزان دي بي. ما شاء الله عليها، يعني ترند كده عظمة من المهلبية التركي اللي هي بالكراميل، اللي نقدر نقول عليها مهلبية بالكراميل، من مهلبية ملفوفة، يعني زي ما تحبوا تقولوا عليها قولوا. بس بصراحة طلعت تحفة. هنا عندي كوبايتين من اللبن، معلقتين من الدقيق، معلقة من النشا، معلقة 3 معالق من السكر كبار، وبنحط كله على بعض كده بالشكل ده. بنقلب كويس. انا استبدلت بدل صفار البيضة، استبدلته بمعلقة كريم كراميل كبيرة، وهقلب بالشكل ده على البارد. شوية كده من معلقة صغيرة من الفانيليا. هنقلب بقى على النار بالشكل دوت. المفروض فيه مكعب زبدة بس انا ما كانش عندي، بس برضو طلعت حلوة. عندي هنا كوباية صغيرة او نص كوباية من السكر العادي. بنحطه يتكرمل على النار بالشكل ده. ولازم يا جماعة طاسة جرانيت او تيفال لاني بتلزق. انا هنا استخدمت الجرانيت. حطيت كده السكر لما كرمل، بحط مغرفة واحدة من المهلبية، وبقلبها مع الكراميل، وبعدين بكمل احط حوالي مغرفتين كمان، واحاول مخلي سمكها ما يكونش تخين علشان اعرف الفها كويس. يعني انا ما استخدمتش هنا الكميه كلها في الطاسه دي، لان الطاسه دي مش كبيره قوي يعني. تمام. هقلبها بقى بالشكل ده. هسيبها 3 دقايق على النار كده تبقبق، وبعدين اسيبها تهدى على الرخامه شويه، وبعدين احطها في التلاجة مثلا في حدود من نص ساعه لساعه. هقسمها بقى كده والفها رول بالشكل ده. تحفه 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 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شايفين؟ عظمة. إلا بقى طعمها حاجة تانية خالص. يعني أنا ولادي كل ما بيجوا عندي يا ماما اعمليها لنا، طعمها بصراحة عجبهم جدا، وحاجة جديدة، وشكلها حلو، وطعم جديد. لايك وشير، وما تنسوناش من دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.